مساء الجمال، عاملين ايه؟ من اول ما طلعت من مصر لحد لما وصلت امريكا، من ساعه لما بدات اعمل فيديوهات يعني وانا في امريكا وكده، وبتكلم عن حاجات مالهاش علاقه بالبيزنس والشغل والكلام ده، فبيجي لي رسائل كتير وكومنتات كتير وناس بتسال ازاي اعمل كذا وازاي اعمل كذا وازاي اعمل كذا. انا مش خبير في مواضيع شؤون الهجره والكلام ده. في ناس كتير جدا بتعمل محتوى وحاجات زي كده بتتكلم عن الهجرة والكلام ده، وانا مش حابب ان انا اتصنف واحد من كده. انا راجل بحب اعمل كل حاجة، احب اهزر واتكلم براحتي، احكي موضوع عن نفسي، احكي حاجة خاصة بالشغل، احكي حاجة مثلا ليها علاقة بالتطور، ليها علاقة ان انت مثلا تحسن من شغلك، تحسن من مستواك، تحسن من البيزنس بتاعك. هو ده موضوعي، ده اللي انا بحبه جدا، ده انا عايز اعمله عشان افيد اهل بلد او الناس اللي انا بحبها او الناس اللي بتبني، او حتى الناس اللي مش من بلد. انا في ناس كتيره بتتابعني من دول كتيره جدا زي الاردن والعراق ودول كتير، والسعوديه. يعني في احصائيات بتجيلي في اليوتيوب دايما، عندي مشاهدات كبيره جدا من بلاد جنب مصر، فبيجي لي رسائل وحاجات كده: انت طلعت من مصر ليه؟ او انت شغال ايه؟ او انت ازاي قاعد في ولايه غاليه ومش شغال؟ لا كده كتير. حد قال لي مثلا موضوع الصفات، يعني انا هم 4 اسئله هجاوب عليهم يعني ايه، بطريقتي او بالطريقه اللي انا بحب اقول عليها دي. يعني واحد من الحاجات اللي مثلا ببقى عايز ارد برضو، في شاب كده قاعد يقول لي: انت عملت ايه في السفاره؟ انت قابلت السفاره ازاي؟ ده سؤال كان من حد، وهو اصلا كمان بيشتغل في الاحذيه اللي سالني السؤال ده، وانا بحكي عن رحلتي. انا عايز افيد كل واحد حتى لو هو فاتح محل جنبي كده. والله انت ما هتاخد مني جزء من الحياه خالص نهائي. الواحد بيحاول يفيد فعلا الناس، عشان الواحد شاف حاجات هنا نفسه الناس كلها تشوفها. يعني اولا، انا موضوع السفاره ده، انا كنت متعرف على واحد وكان شريكي في بعض الشغل وكده، وفي وقت معين، وبعدين حصل لنا دروب كده وانفصلنا عن بعض في الشغل. يعني فانا من الخطه اللي احنا كنا عاملينها، من ضمن الخطه ان احنا هنجيب بضاعه من امريكا بنفسنا، ونجيب بضاعه من بره شحن. البضاعه اللي كانت شحن دي حصل لها مشاكل، وهي دي سبب الاختلاف وكده وسبب الانفصال يعني بتاع الشراكه ده. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين نروح امريكا نجيب بضاعه من هناك، وانا اعرف ناس واعرف تجار واعرف فايه. كان ده الخطه. رحت انا والراجل في مكتب عارفينه في جامعه الدول، طبعا مكاتب كتير جدا يعني، عشان بس الواحد ما يقوليش اسم المكتب فيروح ما يتوفقش، فيحصل له دروب، فيقول لك انت قلت لنا حاجات مش حلوه او مش صح. لا، انت دور شوف المكاتب اللي ترتاح لها، وكل شركات السياحه اللي بتسفر دي كتيره جدا جدا. دخلنا المكتب قلنا له احنا عايزين نطلع امريكا. قال لي طب هات لي الاوراق. الاوراق كانت عباره عن الاوراق كنت حضرت السجل التجاري بتاعي والبطاقه الضريبيه والباسبور. ترجم الحاجات دي كلها، هو ترجمها. طبعا الباسبور مش محتاج ترجمه، بس هو ترجم الاوراق الثانيه وراح بيها. هو عمل مقابله، خد لنا ميعاد لمقابله. رحت انا والراجل. طبعا الراجل يعني تقدر تقول كان مسافر اكتر من 15 20 مره، وانا كنت مسافر مرتين بس: تايلاند والاردن والامارات 3 مرات. يعني هو باسبوره اقوى من باسبوري بكتير، عنده كشف حساب اجمد من الكشف الحساب بتاعي بكتير. كل ده ملوش اي لازمه. دخلنا عند السفاره، خدوا مننا الاوراق، وقفوا طابور، قعدنا طابور حوالي مثلا ساعه كده ولا ساعه ونص عبال ما دخلنا. المقابله ما بتكملش دقيقه ونص. مقابله انت بتصحى من بدري جدا، بتسلم تليفوناتك، بتسلم كل حاجه، كل الناس متوتره، كل الناس عماله تبص لبعضها، وناس قاعده بقى بتتكلم بقى: انا عايز اروح امريكا عشان خاطر انا ليا ناس هناك، وواحد تاني قاعد مش عارف يعمل ايه، اللي هو انا لو ما رحتش هيحصل لي حاجه، هموت. انا ما كنتش كده خالص، الحمد لله. كنت نفسي اجي هنا، بس ما كنتش متوتر لدرجه حاجه كبيره. حطيت لبانه في بقي، فضلت ادوس عليها عشان لو حسيت ان انا متوتر شويه اقلل الموضوع ده. انا دايما متعود كده يعني. دخلنا خلاص، وقفنا عند شباك التذاكر ده. هم بياخدوا منك ورقه كده اسمها الاس دي على ما افتكر اسمها يعني، فبيقول لك تعالى خش ده ميعادك. فانت بتخش، بتقف قدام باب ازاز كده، وهو بيبقى فيه مايك بيبقى عندك وعنده، عشان انت تتكلم هو يسمعك وانت تسمعه في نفس الوقت. وفي سماعه بتقدر تسمع صوته من جوه لبره، وازاز انت بتبقى شايف هو شايف بقى ناس كتير قوي خارجه. طب انا بص، طب بص انا مسافر كام دوله، طب بص، طب شوف، طب انت ما بصيتش على ورقي، طيب بص على ورقي. كهرباء، انت لازم كهرباء عشان امريكا. فاول ما دخلت، اول سؤال قاله لي: شغال ايه؟ تاجر احذيه. قلت له عندي 3 محلات، 2 في مصر وواحد في اسكندريه. قال لي عندك كام موظف؟ قلت له عندي 6، كل محل فيه 2. قال لي كل واحد بياخد كام؟ قلت له كل واحد بياخد 3500 ساعتها. يعني طبعا المقابله دي كان يعني من فتره كبيره جدا، عشان ما حدش يفتكر ان انا بندي للناس المرتبات دي يعني. انا عارف. قال لي طيب تقبض كام؟ انا قلت له رقم كده يعني عشوائي. قلت له من 20 50. قال لي تقريبا؟ قلت له تقريبا، لان انا تاجر، ممكن في شهر اكسب 10، ممكن في شهر ما اكسبش خالص، وممكن في شهر اكسب 50 عادي يعني. دي التجاره يعني. كنت واقعي جدا
جدا، واقعي لدرجه اني انا قلت هيرفضني عشان انا قلت له كده. ما أصل ده رقم مش رقم كبير تقوله عشان انت تطلع سياحه. ما انت هتطلع سياحه، ده اقل حاجه هتصرف لك في السياحه دي يعني حسبه السبعه خمسه، لو انت منشي في الدنيا $3000 يعني. لا يا عم $4000 هتصرف، $2000 هتصرف، انت كده ايه يعني؟ قامت على نفسك قامته جامده، لان هنا الحياه برضو غاليه. فقال لي تمام، عندك اولاد؟ انت متجوز؟ قلت له اه. عندك اولاد؟ قلت له اه. اول ما قلت له عندي اولاد عمل لي كده. خلاص تقريبا هو ده الموضوع اللي بناء عليه هو انا اللي خدت فيه الباسبور تقريبا يعني. طبعا في واحد تاني قدم صاحبي بعد الفيديو اللي انا عملته، كنت عامل فيديو عن السفاره وكده على اليوتيوب، وان انا عملت ايه وبتاع، وحكيت يعني الحوار ده. بس طبعا في ناس اكيد بتيجي جديده مش عارفه المواضيع. صاحبي ده راح بعد الفيديو على طول، بعد الفيديو. انتوا بتضحكوا عليا ولا ايه؟ ده بيضحكوا عليا ماشي. فصاحبي ده راح قدم، وكان اول مره في حياته يسافر اصلا، وراح وادوا له يعني ادوا له الفيزا عادي. فانا يعني اللي حصل معايا ان هو اول ما قلت له انا متجوز وحكيت اللي انا حكيته ده، قال لي تمام، وقام ايه مبروك عليك الفيزا. قلت له شكرا جدا. طبعا المقابله كانت عربي. هو انا اول ما دخلت هو اتكلم مع عربي، هو خواجه يعني، هو امريكاني بس هو كان بيتكلم عربي. هو ممكن يكون كان حابب ينمي اللغه بتاعته، حابب يطورها، زي ما احنا بنيجي هنا بنحاول نتكلم انجليزي طول الوقت عشان نطور برضه اللغه. فانا كنت فاهمه وهو فاهمني طبعا، وكنت هادي جدا. لو انت طلبت المقابله تكون بالانجليزي هتكون بالانجليزي، لو طلبتها بالعربي هتكون بالعربي. مفيش اي ادنى من الموضوع. انت لو قلت لهم انا عايز يعني انت مش هتترفض او تتقبل على حسب انت بتتكلم انجليزي ولا لا. في ناس عايشه في امريكا ما بتعرفش تتكلم كلمه حرف واحد بس. ده سؤال بالنسبه للراجل اللي هو كان بيتكلم على الفيزا، وانا حكيت لك بالتفصيل يا باشا. واحد تاني بيقول لي ايه، انت قاعد في ولايه غاليه وازاي مش شغال وانت قاعد في ولايه غاليه؟ مش يعني مش كل حاجه الواحد بيبقى بيعملها على السوشيال ميديا بتبقى لازما بالظبط تعرف هي ايه بالظبط. بس انا هرد برضه عليك. انا عندي محلات في مصر وبنجيب لها بضاعه من هنا لحد هناك. فاحنا مثلا بنجيب القطعه على سبيل المثال بجنيه. عندنا الرحله دي كلفتنا مثلا جنيه تاني، خلاص ادي كده القطعه بقت واقفه عليا ب 2 جنيه. فانا ما بصرفش من جيبي. انا عندي بيزنس، هو البيزنس ده هو اللي طلعني هنا اصلا، هو اللي خلاني اوصل هنا. فبناء عليه انا بطلع اجيب بضاعه للمكان بالمصاريف بتاعته على المكان، مش من جيبي الخاص يعني. ده زائد ان احنا اصلا بنعمل بيزنس هنا الحمد لله، ومن غير حاجه يعني ما شفتكش اني محتاج فلوس ولا غير. انا بعمله عشان انا معايا ناس عارفه قد ايه حجم اسلام في السوشيال ميديا، وقد ايه اسلام بيعرف يعمل حاجات معينه في السوشيال ميديا، وعنده امانه وعنده صراحه وما بيمشي كده. فبيحتاجوا اسلام معاهم في بيزنس، فبنشارك بعض بناء على كده، وربنا بيوفقنا وايه وبنعمل شغل. بص البط، بص البط، البط جاي طاير، شفتوه هوبا. فده يعني جزء من الحاجات. انا كنت حابب ارد على الحاجتين دول في جمله مفيده طويله، عشان خاطر الحاجات دي بتتسال لي كتير، وانا مش متخصص جدا ولا متخصص اصلا في الكلام عن السفر، بس اقدر افيدك بتجربتي انا الشخصيه. واتمنى ان انا اكون قلت كل حاجه. لو في حد عنده سؤال عايز يسالني عليه، ابعت لي رساله هنا، قول لي انا عاوز كذا كذا كذا، عايز اعرف كذا، هرد عليك حتى لو في فيديو دقيقه واحده بس كده. شوفوا عايزين تشوفوا ايه، تعرفوا ايه عن الرحله اللي احنا بنقدمها، وانا تحت امركم. سلام عليكم.